السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. دعوة للقيام بعمل قوي بهدف حماية التربة والمياه. دورة تدريبية للحجر الحيواني والنباتي. دورة تأهيلية ل 300 مدرس تساعد في رفع الكفاءة. مناورات روسية صينية في بحر الصين الشرقي. كيم جون أون يحدد أهداف جديدة لجيش كوريا الشمالية خلال العام المقبل. كوسوفو ترد على إعلان صربيا حالة التأهب لقواتها. إلى التفاصيل. دعا مسؤول قسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة السيد قبر مسقل تولي المزارعين للدفع بأنشطة الإصلاح مساقط المياه وحماية التربة والمياه في الحقول الزراعية بهدف رفع الإنتاج كما ونوعا. وذكر السيد قبر مسقل في الاجتماع المنعقد في 27 من ديسمبر الجاري لمنح البنى التحتية المنشأة وبناء الخزانات والسدود والمدرجات وكذلك توسيع الزراعة الأسرية المسقرة. وأوضح التقرير المقدم فيما يتعلق بأوضاع الأمطار إن تأخر هطول الأمطار وتوقفها سريعا إضافة إلى غزارتها في وقت ضيق أدى إلى عدم نمو الزرع وقلة القلع، داعيا منح اهتمام أكبر للتدوير الزراعي والبذور المحسنة واستخدام السماد الطبيعي. وأشار التقرير إلى زراعة 87% من أصل 55 ألف هكتار من الحبوب و7% من المكسرات و6% من المحاصيل الزيتية، موضحا إلى توسع زراعة المكسرات والمحاصيل الزيتية وبذور القمح والذرة الشامية والدخن المحسن في أراضي زراعية خصبة على مستوى القرى ومنحها اهتمام أكبر. كما توصل الجميع لاتفاق تفاهم للدفع بتوسيع المناحل بهدف تنمية العسل وتمليك أي مزارع على الأقل على منحلة واحدة وتقوية تربية الدواجن بالإضافة إلى توسيع استخدام موقد الطحنة التقليدي. وفي الختام وبعد أن ناقش الحضور التقارير المقدمة طالبوا بالحد من الأدوية غير القانونية المباعة على الطرقات والقيام بمراقبة الألبان غير المفحصة في الأسواق وتوسيع أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وحل إشكالية معدات النفير وتطعيم المواشي وتقوية الأعمال المنسقة مع الشركاء. نظم فرع الخدمات الرقابية الإقليمية في مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة دورة تدريبية حول الحجر الحيواني والنباتي. هدف الدورة التدريبية الذي شارك فيها شركاء العمل في مديريتي تسني وهيكوتا توضيح أهمية الحجر الحيواني والنباتي للسيطرة على إدخال مشتقات النبات والحيوان عبر الثغور والحد من الأمراض الحيوانية والنباتية عبر الحدود. وقدم مسؤول وحدة الرقابة النباتية السيد أبراهام هيلا ميكيل توضيحا مستندا على مرسوم حجر النبات رقم 156 لعام 2006 حول أضرار النباتات ومنتجات النبات الذي يدخل بطريقة غير قانونية على صحة الإنسان والبيئة. من جانبه ذكر مسؤول وحدة رقابة الثروة الحيوانية السيد سعار إبراهام القيام بأنشطة الحجر للحيوان ومشتقاته لدرء الأمراض الحيوانية والأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان. ودعا أصحاب المواشي لعدم استخدام الأدوية الحيوانية الغير المعروف جودتها ومصدرها دون وصفات الأطباء البيطريين لضمان نجاح خدمات البيطرة والتطعيم المقدمة. وناشد لعدم تناول الألبان واللحوم التي لم يتم فحصها بالمهنيين الصحيين للحد من انتقال أمراض الحيوان إلى الإنسان وكذلك إنضاج اللحوم والألبان. وقال مدير مديرية السنية سيسيون قبريسوس أن على جميع الجهات الحكومية الشريكة إدراك أهمية مراقبة النبات والحيوان ومشتقاتها التي تدخل عبر الحدود وتعزيز دورها لمنعها، مؤكدا بأن مكتب القانون والنظام ومكتب حجر النبات والحيوان سيقويان المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
نظمت في مديرية حقات في الفترة من 5 وحتى 24 من ديسمبر دورة تأهيلية ل 325 معلما بهدف رفع الكفاءة الأكاديمية. الدورة المقدمة في مناطق بوغو وجلاس وآشارات ركزت على إعداد الخطط وسبل تنفيذها وإدارة الفصل والطلاب ومهارة التدريس وتقييم النشاطات والأخلاق، وكذلك دور الشركاء في تقوية التعليم الأكاديمي. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إدريس عبد أن الدورة تساهم بفعالية في رفع الكفاءة الأكاديمية والمعلمين، مشيدا بالجهات التي بذلت جهدا حسيسا في تنظيمها. ودعا أحد المدربين مسؤول وحدة المدارس الثانوية في إقليم عسب الأستاذ تخلص بزراء المعلمين للقيام بالمساهمة الفاعلة، متسمين بالرغبة والاهتمام من أجل تنفيذ المشاريع الأكاديمية الموضوعة باعتبارها أساس متين للتغيير. وذكر الدارسون بأنهم لمسوا من الدورة معلومات مهمة خاصة في الجانب الإداري للمدارس والطلاب، داعين لمنح اهتمام أكبر لقدم المدارس والأصغار، مؤكدين في الوقت ذاته القيام بكل ما يطلب منهم. وتشير تقارير مكتب التعليم في المديرية ارتفاع أعداد الطلاب في المديرية بنسبة 10%، وبهذا بلغ عدد الطلاب 13,000 طالب وطالبة. هذا وتنتشر في المديرية 37 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية. تأهل 98 طالبا بينهم 60 طالبا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية غردات بالعلوم الاجتماعية بهدف رفع وعيهم وثقافتهم. وأوضح مسؤول الشباب في المديرية الشاب ميرون قبرهوات أن الاتحاد يمنح الأولوية لمشاركة الشباب في كافة البرامج التنموية الوطنية إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. وذكر الشاب ميرون الشباب لتسخير الدورة المنتظمة والفرص الأخرى المتاحة متوطرين في الاتحاد، وعلى الآباء تقديم الدعم والمتابعة لهم، مشيدا بالذين أنجزوا مهام الدورة. فيما ذكر مدير المديرية السيد إسحاق عماي أن الحكومة وجهت عملا مانحة قضية الشباب أو الأولويات، داعيا الدارسين تفعيل المعلومات المكتسبة على الواقع. وقد كرم في المناسبة طلاب الذين أحرزوا نقاطا عالية في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية في العام الدراسي 2021-2022. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتمال المناورات الروسية الصينية المشتركة التي جرى تنفيذها في بحر الصين الشرقي. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا والصين استكملتا مناورات بحرية في بحر الصين الشرقي بعد أسبوع من تدريبات مشتركة تضمنت التدريب على كيفية الاستيلاء على قواصد معادية بقنابل في العمق وإطلاق نيران المدفعية على سفينة حربية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شنخوا أن التدريبات جرت في الفترة من 21 وحتى 27 من ديسمبر تحت اسم التفاعل البحري 2022، شملت على الأسطول الروسي في المحيط الهادئ وجريت في المياه قبالة جوانجوان وتوايت شو بمقاطعة جانغ يانغ الصينية. ونقلت رويترز عن المصدر اشتركت سفن البلدين وبدعم من الطيران المضاد للغواصات في البحث عن قواصة لعدو مفترض، وأطلقت وابل من القنابل في العمق. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية العام، على ما أعلنت وكالة تاس للأنباء. ذكر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جون أون كشف في تقريره إلى قادة الحزب عن أهداف جديدة لجيش بلاده العام المقبل. ويترأس كيم اجتماعا حزبيا مهما في العاصمة بيونغ يانغ يحدد خلاله إلى جانب كبار المسؤولين في الحزب أهداف سياسية للعام 2023 بما في ذلك مجالات الدبلوماسية والأمن والاقتصاد. وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الأربعاء أن كيم طرح أهدافا رئيسية جديدة لتعزيز القدرة الذاتية الدفاعية التي يتم المضي قدما بها في العام 2023 من دون تقديم تفاصيل.
وأفادت الوكالة أن التقرير حلل وقيم الوضع الجديد القائم على التحديات الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية، في إشارة واضحة إلى التصعيد الأخير في التوتر بين الكوريتين. وأجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات قياسية للأسلحة هذا العام، شملت إطلاق صواريخ بلاستية عابرة للقارات تحظر عليها عقوبات الأمم المتحدة اختبارها. أعلنت كوسوفو غلق المعبر الرئيسي على الحدود مع صربيا واتهمتها بالسعي لزعزعة استقرارها بعد وضع بلغراد قواتها في حالة تأهب. وتأتي تطورات متسارعة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة للأقلية الصربية في الإقليم الصربي السابق، في حين حذرت مسؤولة بريطانية من خطورة التوتر الراهن بين البلدين. واتخذت سلطات كوسوفو قرار غلق المعبر الذي يقع على حدودها الشرقية مع صربيا بعد أن أغلق محتجون عن معبر مراداري في الجانب الصربي من الحدود بواسطة الشاحنات والجرارات. وقالت وكالة رويترز أن غلق المعبر يعرقل عودة آلاف من مواطني كوسوفو الذين يعملون في أوروبا لبلادهم. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بشأن التدابير الخاصة على خلفية فرض عدد من الدول سقف أسعار النفط الروسي يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا. ووفقا لمرسوم رئيس الدولة الذي نشرته وسائل الإعلام الروسية، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود. وسيدخل الحظر المفروض على توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير العام 2023. وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط سار مفعول حتى الأول من يوليو لعام 2023. ولن يكون تسليم النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفا للأسعار ممكنا إلا على أساس قرار خاص من بوتين. وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمراسيم الرئيس الروسي بشأن الرد على إجراءات فرض سقف للأسعار النفط الروسية. تذكير بأهم العناوين. دعوة للقيام بعمل قوي بهدف حماية التربة والمياه. دورة تدريبية للحجر الحيواني والنباتي. دورة تأهيلية ل300 مدرس تساعد في رفع الكفاءة. مناورات الروسية الصينية في بحر الصين الشرقي. كيم جون أون يحدد أهداف جديدة لجيش كوريا الشمالية خلال العام المقبل. كوسوفو ترد على إعلان صربيا حالة التأهب لقواتها. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.